منورنا يا شيف سمير. شكرا جزيلا. احنا الاسبوع اللي فات قلنا هنعمل سمكه بيروتيه. يعني ايه بيروتيه؟ جايه من بحر لبنان. في سمكتين، في سمكه طرابلسيه بالطحينه السخنه، وسمكه بيروتيه بتبقى بالهوت صوص بالحاره اللي هو الفلفل الحار بس نوعها بيبقى ايه؟ لها نوع يعني نقول عروس وقار؟ اي نوع سمك. يمكن احنا جايبين السمكه النهارده معانا اي نوع سمك، المهم يكون الصوص بتاعه جاهز. دي سمكه هاموره صغيره. ايوه، واحنا شلنا الجزء من على السلسله بالسكينه فخليناها تبقى بالشكل اللي احنا عاملينه ده مخليه خالص، فهتبقى بدون حسك بدون شوك. تمام. الاول احنا وجبتنا النهارده كلها بتبقى بالترتيب. احنا عاملين حمص بالطحينه، دي مشهوره في لبنان. طبعا الحمص في لبنان بيعتبر وجبه. ليه بقى حضرتك؟ هم بيعملوه منوع. يعني ممكن طبق حمص بكبده الفراخ، طبق حمص بالكبده العاديه. بالكبده؟ ايوه كبده وزبده سخنه بتكون في الحمص فيكونها سخنه. الحمص بارد. دي كبده ايه بقى؟ كبده فراخ ولا الكبده العاديه؟ لا، كبده فراخ او كبده عاديه زي كبده الاسكندراني. ايوه بالظبط. بتكون سخنه سبايسي خالص، تحط على الحمص ياكل بلانش. فطبق الحمص في لبنان زي طبق التبوله. يعني مهم. هم عامة اللبنانيين بسم الله ما شاء الله الاوردافر عندهم. الاوردافر ده بتبقى مأدوبة الحقيقة. يعني لما تيجي تشوف الابيتايزر في الاخر او الوجبة الطبق الرئيسي، لا بنلاقي ان الطبق الرئيسي قليل جدا، لكن الابيتايزر والحاجات اللي بتتحط في الاول هي اللي بتاكل. تمام. فطبق الحمص بيكون عندهم يعني حاجة جميلة جدا جدا. تمام. احنا هنبدأ مع بعض مراحل الحمص الأول وبعدين نخش على السلطة. سلطة الحمص. طبعا الحمص بيكون مسلوق. احنا عشان نسلقه طبعا احنا عندنا بيبقى في حمص برضه بتاع طبخ لكن بيبقى صغير. لا ده الحمص التاني اسمه ايه بقى؟ حمص. بس ده للطبيخ لانه مجروش بدون قشره. ده اللي احيانا بيتحط كان على القرع اللي هي الكوسه. ايوه بيحطوه صغير. لكن ده اللي هو بتاع حمص الشام زي ما بيقولوا، ده حمص الشام. ده عشان نسلقه لازم ننقعه قبلها بيوم، يتنقع 24 ساعه. طب لو انا سلقته من غير نقع؟ لا مش هيجي معاكي ابدا. مش لازم. هي نوعيه الترمس كده، لازم تملي الترمس. الحمص بقى لازم يتنقع الاول يوم كامل 24 ساعه. وبعدين نسلقه لحد ما يبقى فول كوك، يعني يكون ستيم خالص. اثناء السلق بنحط معاه شويه بيكنج باودر. لا مش بيكنج باودر، بيكربونات صوديوم. يعني ليه يا شيف؟ ده عشان يسهل على عشان يسهل شويه. لكن احنا في النهايه هنعمله مع بعض دلوقتي في الخلاط ونشوفه. طبعا هو حمص وطحينه والملح وليمون عصير وشويه ميه ساقعه متلجه. ايوه، او شويه تلج مجروش. فبيقولوا يسهل في المضرب ويخليه لونه افتح شويه. دي خبرات بقى. ايوه، فهنبدا مع بعض الحمص بتاعنا. يبقى دلوقتي معانا حمص الشام. الحمص هنحط الاول في المضرب كده. مسلوق. بس انا كنت عايزه بس امسك وحدايه اشوف درجه السوا بتاعتها. هو برضه على فكره يعني مش طري قوي، يعني معقول. يعني المهم يكون مسلوق كويس. ما يكونش ناشف عشان في خلطه يبقى كويس. طب عايز اسال حضرتك، بيبقى فيه القشره بتاعته، هل القشره دي في الاول انا مفيش مشكله. لا بتتحط مفيش مشكله. تمام. قشرته بيبقى كويس. القشره بتديله مزازه وبتديله طعم كمان كويس. جميل. فاحنا هنبدا على طول. ونحط الطحينه واحنا شغالين كده. الطحينه مع حمص الشام المسلوق الاثنين مع بعض، وبنحاول ان احنا نضربهم مع بعض. طبعا السلطات اللبنانيه متنوعه كتير خالص وبتكون كلها كويسه. هنضيف احنا كمان شويه عصير ليمون، ده عشان يبقى معانا فيه مريرة كده اهو. يبقى معانا دلوقتي حمص شام مسلوق، ومعانا بس طبعا نقعناه الاول قبلها بيوم كان منقوع، وبعد كده سلقناه، وبعد كده اخدناه وحطيناه في العجن مع الطحينه مع ميه. هي بقى ميه ساقعه او ساقعه خالص او كان ثلج مجروش. سلطة الحقيقة تحب الحمص من الحاجات الجميلة جدا اللي بتشتهر بيها جدا لبنان.
انت عارف حضرتك كم نوع سلطه في لبنان يتعدى ال 100 نوع سلطه منها الحمص. حتى المنيو بيبقى محطوط كده حمص متبل تبوله فتوش ورق عنب. انهي ورق عنب حضرتك؟ اللي بيكون البارد اللي هو الساقع. بيبقى سلطه قدام مش ورق العنب السلطه بيكون ما فيهوش لحم مفروم، بيكون رز بس معمول بزيت الزيتون، بيكون فيه شويه طماطم، ويتعمل كمان هو بيتسلق بيكون كميه زيت زيتون عليه. بعد كده لما بيخلص خالص بنسيبه يبرد ونقلبه زي الطبق زي المقلوبه كده لحد ما يبرد خالص، ونحط عليه كمان شويه زيت زيتون ونخليه في الثلاجه. لما نيجي ناكل بنقدم ايه شويه صوابع مع كل يوم يعني كل ما يخلص يومين تاني نقضيه اسبوع مثلا. المتبل بيكون طحينه وباذنجان متقشر بدون قشر خالص، يكون مشوي على الغاز. يعني حاجه بتبقى حلوه قوي، خاصه طبق المتبل ده. هو اسمه كده اللي احنا بنقول عليه هنا بابا غنوج. بنسموه هناك متبل. على فكره من كتر حب اللبنانيين بالحمص حتى العجينه بتاعت الفلافل ما تبقاش بالفول، بتبقى بالحمص. لان انا سافرت لبنان كتير، فالحقيقه بتبقى مميزه واسمها فلافل كمان مش طعميه. يعني هناك يقولوا فلافل زينا زي شفت الحمص ليه مفتح من الميه؟ بيبقى كويس كده. هنحط كمان بقى شويه ملح لان هو ما بنضيفلوش اي حاجه من البهارات خالص، الملح فقط لذيذ. يعني مش زي الطحينه العاديه بنحط عليها كمون وحاجات. تقريبا الحمص بتاعنا خلاص. يعني احنا قلنا نجدد الحقيقه بدل السلطات المعتاده عندنا، لا نسيب لدوله عربيه ونقدم برضه. يمكن كتير فعلا من المصريين بيحبوا جدا المطبخ اللبناني، وعشان كده الشيف سمير سيد النهارده قال لنا لا هنقدم لكم اطباق من لبنان الشرقي. الحقيقه يعجبني المدرسه اللبنانيه قوي. والمصريين زي ما قلت كلهم بيتهافوا على الحاجات اللبناني. لا احنا المفروض يبقى في دي ثقافات. يعني انا لازم ادور المطعم الصيني او المطبخ الصيني، دي مدرسه. الاسيويه فيها اكثر من مدرسه، الهند لوحدها مدرسه كبيره جدا. لكن المدرسه اللبنانيه شيك، حاجه حلوه دمها خفيف خالص. احنا دلوقتي خلاص الحمص احنا هنحطه في الطبق بتاعه على طول. بديله كمان طبق شيك. دلوقتي خلاص احنا هنغرف سلطة الحمص. هنبدأ ان احنا نحطها في الطبق بتاع الوجبة الجميل ده. هنحط الحمص بتاعنا. هي كمية جميلة قوي. مهم جدا جدا اطباق السلطة. احنا لما نعمل طبق زي ده لازم تكون الترابيزة فيها لا يقل عن 10 اشخاص هياكلوا. تمام. مش كده؟ ده طبق الحمص. جميل. خلصنا من الطبق. ده طبق الحمص. ممكن نجمله ممكن ببقدونس او حاجة ولا لا برضه؟ ايه رأيك؟ والله انا بحب التجميل قوي. طيب عشان خاطرك هنعمل له ديكور فانتاستيك. نعمل تناسق الالوان الاخضر واللون الكريم. ايوه اهوت عشان حبايبنا يستهدوا مننا كل شيء. وبعدين يخليك انت تعمل اللاست تاتش، اخر لمسه، ونشوف ذوق الدكتوره هذا مع ذوق الشيف سمير. ايه رايك كده؟ لا جميل. نشوف الكاميرا. حلو. حلو في الكاميرا؟ جميل. طب اذا زودنا كمان واحده احمر وواحده اخضر وواحده اصفر. لو حب بقى بنعمل لوحات من ونعيد تاني من الحاجات المتوفره عندي. واحده اصفر وهذه واحده احمر. اوكي. اخر حاجه واحده اصفر وواحده اخضر وواحده احمر. ايه رايك بقى في الكاميرا باين احسن؟ جميل. طب نزيد ايه كمان؟ الحمص بقى نفسه. ده الحمص اللي احنا عملناه. ايوه حمص كده. حمصايه اهوت 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 اهوت. ان شاء الله تكون الكاميرا او باين كويس. الشيري توميتو نحطها كده. اذا ما عادش عندنا حاجه من الحمص، ايه رايك؟ لا ده الديكور كويس.
تحط لمسه اخيره حضرتك؟ ممكن نحط لمسه. ايه؟ انا ممكن احط بقدونس، حاجه بسيطه، انا ممكن اعمل كده. طب تاخد رايي؟ شويه من الفلفل الملون ممكن. اتفضلي. رشه، ده هيعكس لونها كويس قوي في الكاميرا. يا سلام، اذا شفنا على الكاميرا اهو، يبقى كده طبق الحمص بتاعنا هيتحط مكان السمك اللي احنا عملناه اهوت. الله، جميل جميل، شكله جميل حلو. طيب تمام. احنا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نتبل السمكه الحاره بتاعتنا اللي هي دي. السمك عشان اقول تتبيل لازم 3 ايتم مع بعض على طول. 3 حاجات. ايوه، اول حاجه وبعدين اي اضافه ده على ذوقك. تمام. كمون، ليمون، توم. كمون، ليمون، توم. احنا دايما نقول التوم هو روح السمك، دايما يعني مقوله دايما عندنا في اسكندريه نقول كده. الى جانب الليمون طبعا ما فيش سمك بيتاكل مجال. وانا دايما اقول كده كمان. في حاجتين كمان حضرتك، ايه هي؟ الكبده والسمك ولاد عم من حيث الزفار. لازم ياخدوا نفس ال3 ايتم. نفس ال3 صح. كمون وليمون وتوم واي اضافه من عندي. واي اضافه. فاحنا هنعمل التتبيله بتاعتنا. تمام. احنا دي السمكايه الحلوه اللي احنا قلناها، لو الكاميرا جايباها اهي. انا شايفه حاجه غريبه هنا. لا ده مفيش حاجه غريبه ولا حاجه، ده باودر، ده اللي هو حاجه زي الكركم اهو. ده ليمونه معصوره. اوكي اهو. احنا حطينا عليه ليمون فبقى فيه لون دلوقتي. وبعدين توم مفروم اهو. وبعدين ناخد من البهارات بقى. احنا قلنا توم وكمون وليمون، ادي التوم والليمون والكمون. تمام. 3. لو انا عايز بقى اخليه شويه سبايسي زي ما هي سمكه حاره، نحط شويه شطه صغيرين كده. كمان التتبيله دي بتحب يكون فيها شويه مستردة، نحط شويه بس كده صغيرين اهو، ونقلب بالمعلقه لحد ما ينزلوا مع بعض، واحنا بنحط الزيت بتاعنا اللي هنتبل فيه السمكه كده. عملنا التتبيله للسمكه علشان بعد كده هتدخل الفرن بنفس التتبيله، وبعدين نعمل لها الصوص بتاعها بره. انا عايزه اقول ان التتبيله فعلا ريحتها كمان مع المستردة بتحتوي على حاجات كتيره مع بعضها، خل ومواد تانية كتير. لا ريحه جميله جدا. دي التتبيله بتاعتنا بتاعت السمكه الحاره. تمام. او السمكه البيروتيه. طبعا مره هنعمل لو حد صعب عليه او هو مريض او ما بيستحملش الحاجه الحاره ممكن نعملها ما تبقاش حاره. اذا انا يعني لا سمح الله، احنا بنقول للناس كلوا كل حاجه الا اذا الدكتور منعني من بالظبط. يعني حد عنده قرحه ما ينفعش ياكل حاجه حاميه خالص. وبعدين الانسان دايما بيكون حكيم نفسه، اذا حاجه بتتعبني انا المره الجايه ما بعملهاش تاني ابدا ابدا. تمام. ده تتبيله السمكه بتاعتنا، هنديها شاور كويس بالشكل ده اهو لحد ما تكون لا ولون على فكره اضافه الكركم برضو بيبقى الشكل مختلف واللون مختلف، بنحس ان الطبق فعلا جديد. والكركم من الحاجات على فكره اللي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، مهمه جدا لنا. فيا ريت الواحد برضو يدخله في بعض الحاجات زي ما حضرتك دخلته هنا مع تتبيله السمك. احنا كده السمكه بتاعتنا اوكي. لو احنا بقى هندخلها الفرن، احنا بنقطع اللي هي الليمونه اللي انا عصرتها نقطعها شويه ونخليها كمان معاها. يمكن احنا بنعمل الحركه دي بس مع السبيط، طاجين السبيط. لا مع اي نوع بحري، مع اي سمك. انا مش هخسر حاجه، انا استفدت من عصير الليمون اللي معايا اهو. وكمان نحط معاها 1 فلفل حار ما نفتحوش، يعني ما يبقاش فيه خرم، علشان لو زي ما بنقليه بنضطر نشق. ايوه بالظبط كده، بالظبط كده، عشان لو كان حار ولا حاجه ما يبقاش مؤذي. احنا كده السمكه بتاعتنا جاهزه على الفرن مباشره اهي كده، تبقى السمكه ايه؟ جاهزه على الفرن. نيجي بقى احنا نوضب السمك كما لو كان طلع من الفرن، لكن في الاول خالص احنا لازم نجهز الصوص بتاعه. الصوص بتاعه لازم نجهزه الاول. اللي هي الصوص الحار اللي احنا بنقول عليها الصلصه الحاره اللي احنا هنعملها علشان يبقى ايه؟ السمكه بتاعتنا البيروتيه. تمام. طبعا احنا جايبين حاجه على هذا المستوى عشان نشتغل عليها. تمام. نحط شويه زيت اهو، شويه بسيط يعني اللي احنا هنشتغل بيه للخلطه.
تمام. احنا نبدأ بقى الزيت بتاعنا. على طول نحط البصل في الأول والثوم ده في البداية خالص. البصل بنحطه مع الثوم. وادي الثوم بتاعنا. الثوم اللي تبلنا به السمكه كان مفروم خالص. الثوم ده متقطع قطع صغيره. ايوه بيفرق ساعات في الطعم، يعني لو انا بضيف الخلاط وبيبقى عامل زي العجينه بيختلف عن لو انا مقطعاه قطع صغيره. صحيح. يعني في الباميه يا ريت يبقى مقطع ما يبقاش مهروس عشان يدي الريحه. والله بيبقى احسن، بيكون افضل. طبعا احنا عملنا الرز اللي بالبسله هنتشوفوا كده. ده طبق الرز بتاعنا. ده طبق الرز بالبسله اللي شكله جميل جدا. يعني احنا بنقول دايما ان احنا نحاول ان احنا نجدد، دايما ندخل الخضار لان فعلا بيبقى قيمه غذائيه عاليه. طبق جميل جدا. تاجي كلنا احنا بنبقى طبعا طريقته معروفه، الرز بيتعمل لوحده والبسله بتبقى مسلوقه ببقى انا سلقاها. بس الرز ده بقى مسلوق كمان. مسلوق يعني ما فيهوش لا زبده ولا يعني ده اي حد عايز نظام غذائي. الصوص هيكون ايه فيه كل حاجه. تمام. الصوص هيكون فيه كل حاجه. طبعا احنا بنشوف في كل مره بنقدم حاجه تليق بضيوفنا وبيليق بالجست بتاعنا. لازم نشكل مره كده ومره كده علشان الواحد ما يملش من الاكل، لازم نغير. انا شايفه حضرتك هنا محضر لنا طبق عباره عن كابوريا صغيره جدا. طبعا انا بشوفها مع حضراتكم اهي. وهي معانا جمبري صغيره. دي كابوريا صغيره احنا بنفرغ القشره. دي كام الكابوريا الصغيره دي؟ والله ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. يعني رخيصه. في اغلى لكن خلينا دايما حتى حجم الجمبري صغير قوي. نستعمل لان الحقيقه بقى سعره كمان غالي قوي قوي جمبري. كمان الجمبري ده ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. الجمبري ده فريش ما هوش فروزن. الاسواق فيها كل حاجه ومش مش هيفرق على فكره في الطعم خالص. لا ده جميل جدا جدا جدا. احنا طبعا حطينا البصل اهو. نحط كمان الصوص بتاعنا. ده صوص ايه بقى؟ عباره عن ايه؟ ده طماطم فريش مضروبه في الخلاط. بتكون معاها فصين توم. تمام. عود كرفس وعود كزبره. كرفس وكزبره. ايوه. وسنه فلفل حراق. علشان مش بيدي شويه زي الصوص اللي احنا بنعمله للطاجين؟ بالظبط. ايه راي حضرتك؟ صح كده؟ بالظبط بيكون كده بالظبط. احنا يمكن دلوقتي زي ما حضرتك شايف الاسماء بدات تطلع. فاحنا على الفلفل من الاول. تمام. ونحط السمك بتاعنا. السمك خلاص كده طلعناه من الفرن خلاص. نبدا ان احنا بنحطه في طبق التقديم السيرفيس بتاعه اهو. وبعد كده على طول بنحط الصوص اللي احنا عملناه من الثوم والبصل. نشوف بقى الصوص معانا. زي ما احنا شايفين اهو الشكل النهائي للطبق الرئيسي معانا وهو السمك البيروتي، لان احنا الاطباق النهارده مقدمه من المطبخ اللبناني. بالكابوريا. ده للتجميل بقى دي كده. وكمان بالكابوريا الصغيره. بالجمبري على الوش. بالجمبري على الوش. شويه كزبره. وكزبره خضراء. ويبقى وجبتنا النهارده. لا جميل. يسلم ايدك يا شيف. الحقيقه دايما الشيف سمير فايد بيقدم لنا كل ما هو جديد. بنشكرك جدا على الاطباق ده. يا شيف. الله يخليك. بنقول لكل الساده المشاهدين بنتمنى يا رب ان كل فقراتنا النهارده تكون نالت رضاكم. بنشكركم جدا. بنشكر كل الساده المشاهدين اللي تابعونا النهارده واللي اتصلوا بينا تليفونيا. نقابلكم ان شاء الله يوم الاثنين القادم ان شاء الله. بشكركم وفي امان الله. الى اللقاء.